عملنا مع بعض النهارده يا حبايبي احلى مكرونه بالصلصه مع كفته حياتي بطريقه بسيطه واقتصاديه. يا رب تعجبكم. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملنا الكفته والمكرونه دي ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده مكرونه اللي هي الخواتم دي. الميه غليت، رحت نازله المكرونه فيها كده، بتاخد غلوه والتانيه كده، واروح طافيه عليها تكمل سواها مع الميه، ندفع عليها واسيبها. ومعايا هنا يا حبايبي كفتة حياتي، انا منزلها في فيديو قبل الفيديو ده على طول. دي عبارة عن نص كيلو لحمة مفرومة، وعليها بصلية وسط وقرن فلفل حراق، وحطيت لها رغيف بلدي غسلته، ورحت حاطه كله في الكبة وضربتهم مع بعض مع التوابل اللي عندي. كل توابل اللي بتحبيها حطيها، 7 بهارات، ملح وفلفل بس ممكن يكفي. وانا كده هحطها في القلايه الهوائيه، هحضرها بقى واحطها في القلايه على المكرونه بتاعتنا، احنا نكمل سواها في الميه بتاعتها زي ما قلت لكم، ونكمل الاكله بتاعتنا كده يا حبايبي. بحضر الكفته اهي، بحطها كده في ايد الشوكه او اي حاجه عندك بتعملي بيها، وبدهن ايدي صلصه، حط لها شويه زيت وشويه بهارات، بحطهم في الحله دي، الحله الهوائيه. اجيب غيرها كمان واحده اهي، بدخل الشوكه فيها كده. هي الشوكه حلوه علشان بتخلي الفتحه بتاعتها بالعرض. واروح دهنه ايدي، واروح دهنها كده صلصه مع شويه زيت ومعاها بهارات، وبحطها في الحله، برص في الحله كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. وبعد كده احطها في القلايه، نظبطها على الحراره بتاعت اللحمه اهو. بدهنها كده اهو بالصلصه، تديها طعم جميل جدا. دي زي ما قلت لكم حاطه لها نص كيلو لحمه، حاطه له رغيف بلدي مبلول مع بصلايه وسط وقرن فلفل والبهارات بتاعتنا. هكمل بقى الباقي وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، انا حطيتها في القلايه، هظبطها بقى على اللحمه. انا هعملها على الفراخ ونعمل اوكي. هتاخد 20 دقيقه و200 حراره. اول ما تتشوي هنقلبها على الناحيه التانية واوريها لكم. المكرونه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا طفيت عليها تستوي مع الميه. بصوا ما شاء الله ايه، بقت تنفش. هصفيها بقى من الميه واعمل لها البصله بتاعتها. انا كده يا حبايبي حطيت البصل عندي متفرج، نزلته على الزيت على طول، هيفك بقى وياخد لون ذهبي كده. نحط عليه فصين ثوم ونحط الصلصه والبهارات بتاعتها. انا كده يا حبايبي شوحت البصل اهي في الزيت، وحطيت لها فص ثوم، وهحط لها واحده ماجي تشوح معاها كده اهي، حطيتها معاهم. وهنزل بقى الصلصه. انا بحب اعملها بالصلصه، ما بحبهاش بالقوطه، كل واحد زي ما بيحب يعملها. حطيت معلقه صلصه كده حلوه، وهحط بقى شويه سكر علشان يعادلوا الحموضه. لازم نحط سكر عشان الحموضه. هحط بقى الملح والفلفل بتوعي، لو حبيت احط 7 بهارات احط شويه كمون. اديها بس شويه لما تتبخر كده الصلصه، لازم نبخرها كده مع البصل عشان لو فيها اي مواد حافظه تطير مع السكر. دي بقى شويه ميه عاديه او ميه بتاعت المكرونه اللي يعجبك. هظبط بقى ملحها واحط البهارات بتاعتي وارجع لها. كده ببدا انزل المكرونه حبيبي على الصلصه. بصوا المكرونه مفلفله ليه؟ لان انا طفيت عليها قبل ما تستوي، وبتستوي مع الميه بتاعتها، بتخلي المكرونه ملدنه وجميله جدا. بصوا اقلبها بقى مع الصلصه بتاعتها مع البهار اللي حطيته، ونشوف بقى الكفته الشوت في القلايه الهوائيه، ونيجي نرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، المكرونه هي ما شاء الله مفلفله وطعمها جميل جدا. جربوها بالصلصه كده مش بالطماطم، تديكوا طعم قوي، مش هتبطلوا تعملوها.
مظبوط كل حاجة فيها، البهارات بتاعتنا وكله مظبوط كده. خلصناها، نروح بقى نكمل على الكفتة. كده يا حبايبي هنبص على الكفتة ما شاء الله اشوت. وكده بقى خلصنا من الكفتة والمكرونة نحضرها. وكده يا حبايبي خلصنا الكفتة والمكرونة، يا رب تعجبكم.